بيبدأ الفيلم في مدينة بودابست بالليل في الوقت اللي دار الأوبرا بتكون عاملة عرض الرئيسات الباليه، والعرض ده بيكون مهم جدا وناس كتيرة موجودة فيه. وبنشوف أكبر تاجر مخدرات في المدينة وهو داخل الأوبرا مع مراته وبيكون جاي عشان يحضر العرض. في نفس الوقت بنشوف قاتل مأجور موجود في نفس المكان اللي تاجر المخدرات فيه، وبنعرف إنه جاي العرض مخصوص عشان يخلص على تاجر المخدرات ده بأمر من زعيم عصابة كبيرة في البلد وبيكون اسمه جويف. ولما العرض بيبدأ جويف بياخد سلاحه وبيتجه ناحية المكان اللي تاجر المخدرات موجود فيه، وبيبدأ يخلص على رجالته اللي بيحرسوه واحد ورا التاني لحد ما بيوصل للترابيزة اللي تاجر المخدرات ومراته قاعدين عليها، وبيضرب نار عليه فبيتصب رصاصة في رقبته وبيموت في ساعتها. اما مراته فبيرفض يقتلها وبيسمح لها تهرب، فبتطلع تجري بسرعة. وفي اللحظة دي الفوضى بتنتشر في المكان بسبب جريمة القتل اللي حصلت، وكل الناس اللي جاية عشان تحضر العرض بتطلع تجري وبيكونوا خايفين جدا. وفي الوقت ده الشرطة بتوصل عشان تسيطر على الموقف، ولكن رجالة تاجر المخدرات بيضربوا عليهم نار وفي ناس بتتصاب. ولما ميزي بطلة العرض بتشوف اللي بيحصل بتوقف رقص وبتطلع تجري بسرعة علشان تهرب، لكن بتقع على الأرض بسبب الزحمة. وفي نفس الوقت جويف بيتعب وبيحس بصداع شديد جدا، ولما بيشوف ميزي واقعة على الأرض بيشيلها بسرعة قبل ما تموت، وبيلاحظ إن تليفونها واقع جنبها فبياخده معاه وبيفضل شايلها لحد ما بيخرجوا من الأوبرا وبيسيبها بره. وهناك ميزي بتشكره على إنه أنقذ حياتها. وفي اللحظة دي جويف بيتعب تاني وبيحس بصداع شديد، فبتحاول ميزي تساعده لكنه بيفضل يمشي من المكان بسرعة. ولما بيوصل البيت بيحاول يتماسك شوية لحد بكرة الصبح وساعتها يقدر يروح للدكتور، لكن بيكتشف ان تليفون ميزي لسه في جيبه وانه نسي يديهولها لما خرجوا من الاوبرا، وبيكون متضايق جدا. وتاني يوم الصبح بيروح جويف للدكتور بتاعه وبيحكوا له الاعراض اللي عنده، فبيعرفوا انهم هيعملوا اشعة وتحاليل عشان يقدروا يشخصوا حالته صح. ولما جويف بيقلع التيشيرت اللي لابسه الدكتور بيسأله عن الندبات اللي في جسمه، فبيعرفوا انه كان ضابط سابق واتصاب في عمليات كتير لكنه ساب شغله علشان حابب يشتغل بحرية ومن غير ما ياخد اذن حد. وبيعرفوا انه قبل كده جاله ارتجاج في المخ اكتر من مرة، فبيفهموا الدكتور ان في احتمال كبير يبقى عنده ورم في المخ، لكن الاشعة والتحاليل هي اللي هتأكد لو كان كلامه صح ولا غلط. وبعد ما بيخرج من عند الدكتور بيروح على جيم زعيم العصابة اللي كان مكلفه بقتل تاجر المخدرات، وهناك بيعرفوا انه مسح بصماته من مسرح الجريمة ولبس القضية لواحد تاني خالص، وبيديله شيك بفلوس العملية اللي كانوا متفقين عليها. وبعد ما بيخرج من عنده بيروح على مركز التدريب اللي ميزي بتكون موجودة فيه، وبيدخل يديها التليفون وبيتعرف عليها. وقبل ما يمشي ميزي بتديله ورقة مكتوب فيها رقمها وبتطلب منه يتصل عليها في أي وقت حابب يتكلم فيه. وبمجرد ما جويف بيخرج من مركز التدريب بيرمي الورقة في الزبالة لأنه رافض يتعرف على واحدة بسبب طبيعة شغله ومش عاوز يكون له نقطة ضعف. لكن المرة دي بيرجع تاني وبياخد الورقة، ولما بيروح البيت بيتواصل معاها وبيفضلوا يتكلموا لوقت كبير جدا، وبيتفقوا كمان انهم يتقابلوا النهارده بالليل. وتاني يوم الصبح بيجيب لها ورد وبيروح يقابلها وبيفضلوا مع بعض لوقت كبير جدا وبيتقابلوا كل يوم. وطبعا كل ده وميزي مش بتكون عارفه طبيعه شغل جويف. وفي خلال الفتره دي جويف بيحب ميزي جدا ومش بيكون قادر يبعد عنها، وفي نفس الوقت هي لو عرفت حقيقه شغله هتبعد عنه طبعا. وتاني يوم الصبح بنشوف جويف وهو قاعد مع جيم وبيتكلم معاه عن ميزي، وبيعرفه انه بيفكر يسيب شغله ويبدا حياه جديده معاها بعيد عن المشاكل. فبيتضايق جيم جدا لانه جويف هو دراعه اليمين في الشغل ومن غيره مش هيقدر يعمل اي حاجه، لكن مش بيقدر يقف ضد رغبته لانه بيحب جويف على المستوى الشخصي وبيشجعه انه يعمل كده ويعيش اللي جاي من حياته. وبعدها جويف بيعرف ان عيد ميلاده قرب وميزي مصره تحتفل بيه، وبيطلب منه يجي يحضر معاه لان ميزي عازمه اصحابها وكل الناس اللي تعرفهم، اما هو فمالوش حد يعزمه وهيكون محروق جدا، فبيوافق يروح معاه. وبيجي يوم عيد الميلاد وميزي بتكون فرحانه بيه جدا وبتكون عامله له عيد ميلاد كبير. ولما جويف بيشوف التجهيزات بيفرح جدا لانه اول مره يحس انه فارق مع حد، وبيعرفها على جيم على انه صاحبه. وبعدها بيحس انه تعبان جدا والاعراض اللي عنده بتظهر عليه تاني، فبيدخل الحمام بسرعه قبل ما حد يلاحظ. وبعدها بيهدى شويه بيخرج من الحمام يقعد مع جيم، وساعتها جيم بينصحه يصارح ميزي بالحقيقه لانها بتحبه بجد واحتمال كبير توافق تفضل معاه، بالذات بعد ما تعرف ان عمره ما قتل شخص بريء وكل اللي بيقتلهم مجرمين ورؤساء عصابات. تاني يوم الصبح جويف بيروح للدكتور بتاعه عشان يعرف نتيجة الفحوصات اللي عملها، وهناك الدكتور بيصدمه وبيقول له انه عنده مرض نادر جدا على المخ، وللاسف المرض ده لسه ملوش علاج، وبيصرحه انه ممكن يموت في اي لحظة. ولما جويف بيسمع كلامه بيكون خايف جدا من فكرة الموت. وفي نفس اليوم بالليل بيرجع لبيته وبياخد كل الاسلحة بتاعته يرميها في البحر لانه خلاص وقف شغله. وتاني يوم الصبح بيروح يقابل جيم وبيقول له انه محتاج قاتل مأجور يخلص عليه مقابل 2 مليون دولار. فبيتصدم جيم من كلامه ومش بيكون
بيكون فاهم منه حاجة، فبيصارحوا جويف بحقيقة مرضه وبيعرفوا انه ممكن يموت في اي لحظة، لكنه عاوز يموت مقتول عشان فلوس التأمين تروح لميزي، لانه لو مات موتة طبيعية مش هيبقى فيه فلوس تأمين. لكن جيم بيرفض يعمل كده وبيكون رافض ينفذ له طلبه، فبيتضايق منه وبيخرج من عنده يروح لرئيسة عصابة تانية اسمها ميا وبيطلب منها نفس الطلب اللي قاله لجيم. فبتفرح ميا جدا ان فرصة قتله جت لحد عندها، وبنفهم ان في عداوة بينهم من زمان بسبب ان جويف قتل ابوها، فبتوافق على طلبه مقابل ال 2 مليون دولار اللي قال عليهم. في نفس الوقت بنشوف قاتل مأجور اسمه جام وهو واقف ينفذ مهمة مطلوبة منه بكل احترافية، وبعد ما بيخلص ميا بتتواصل معاه وبتبلغه بتفاصيل المهمة الجديدة، لكن جاك بيرفض ينفذها لما بيعرف ان الهدف هو جويف. فبتضطر ميا تبعت تفاصيل المهمة لعصابتين، واحدة بلغارية والتانية كورية، وبتعرفهم ان اللي هيوصل لجويف الاول ويخلص عليه هو اللي هياخد ال 2 مليون دولار. ومن اللحظة دي العصابتين بيبدأوا يدوروا على جويف علشان يخلصوا عليه. في نفس اليوم بالليل جويف بيكون خارج مع ميزي وقاعدين يتعشوا في مطعم، وبيظهر ان دينيس مساعد ميزي موجود معاهم في المطعم وبيصور جويف، وبيبعت الصور للعصابات عشان يعرفوا مكانه ويطاردوه. وبعدها على طول جويف بياخد ميزي وبيخرجوا من المطعم، واثناء ما هم واقفين بره بيقول لها انه مش بيحبها وعايزها تبعد عنه، فبتنهار ميزي من العياط وبتطلع تجري بسرعة من غير ما تتكلم معاه. بعدها جويف بيرجع بيته وبيسيب الباب مفتوح عشان لما العصابة توصل تعرف تدخل تقتله، وبيفضل يفكر في ميزي وبيحس بتأنيب الضمير لانه زعلها، وبيقرر يقول لها الحقيقة قبل ما يموت، وبيطلع تليفون ويسجل لها كل حاجة حصلت معاه، وبيطلب منها تسامحه انه كذب عليها. بعدها على طول الدكتور بتاعه بيتصل عليه وبيقول له ان في خطأ طبي حصل من ناحيتهم، والتقارير الطبية بتاعته اتبدلت مع مريض تاني خالص، اما هو كويس وما عندوش اي حاجة. فبيتصدم جويف من كلامه لان العصابات اللي هتقتله زمانها على وصول، ومش بيكون عارف المفروض يعمل ايه عشان ينقذ نفسه قبل ما يوصلوا. وفجأة العصابة الكورية بتوصل عنده وبيبدأوا يهاجموه، وللأسف بيكونوا متدربين كويس جدا، اما جويف فبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينقذ نفسه منهم. وفجأة واحد منهم بيمسك سكينة بيحدفها عليه علشان تيجي في رقبته، لكن جويف بيقدر يتفاداها وبيخلص عليه بطريقة صعبة جدا. وبعد ما بينهي حياة العصابة الكورية بيخرج من البيت يتصل على ميا وبيأمرها تلغي المهمة اللي كلفها بيها لانه غير رأيه، لكن ميا بترفض تعمل كده وبتقوله انها هتنتقم منه بسبب اللي عمله في ابوها زمان. في الوقت ده جويف بيطلع تليفونه عشان يبعت رسالة لميزي يقول لها فيها انه حول مبلغ كبير على حسابها في البنك، وبيطلب منها تسافر لأي بلد تحبها في أسرع وقت وما ترجعش غير لما يقول لها، فبتسمع كلامه وبتبدأ تجهز نفسها. بعدها على طول العصابة البلغارية بتوصل عند جويف وبيبدأوا يهاجموه، لكن جويف بيكون أقوى منهم وبيخلص عليهم كلهم. ولما الخبر بيوصل لميا بتعرف دينيس إنها ترفع الفلوس ل4 مليون دولار، وبتبدأ تتواصل مع أشهر قتلة مأجورين في أوروبا كلها عشان يخلصوا على جويف، وطبعا كلهم بيوافقوا لأن المبلغ كبير جدا. ومن ضمن القتلة المأجورين دول بيكون في واحد أسباني منهم اسمه لاكي، وبنشوفه وهو بيخلص على كل الرجالة اللي في المكان اللي هو فيه. في نفس الوقت ميا بترجع تتواصل مع جاك من تاني وبتقوله إن في تغيرات كبيرة حصلت، وإنها عايزاه يخطف ميزي ويقتل جويف مقابل 10 مليون دولار. فبينبهر جاك من المبلغ وبيوافق بدون ما يفكر. في الوقت ده جويف بيروح على بيت جيم عشان يقضي الليل عنده، وبالمرة يعالج جروحه اللي حصلت بسبب العصابتين. وبنشوف ميزي وهي خارجة من بيتها بشنط سفرها، لكن جاك بيوصل على آخر لحظة وبيخطفها وياخدها معاه في العربية. تاني يوم الصبح بنشوف جويف وهو لسه موجود في بيت جيم، وبيخلي جيم يسرب مكانه للعصابات ويفهمهم انه متعاون معاهم عشان يصدقوه. وفي خلال دقايق واحدة من العصابات بتوصل المكان، وبنشوف ان جويف نصيب لهم فخ عشان يوقعهم فيه، وبينجح في انه يخلص عليهم كلهم. وبعد شوية في عصابة تانية بتوصل، لكن لما بيدخلوا جويف بيفجر المكان اللي هم موجودين فيه. وبعد شوية لاكي بيوصل وبيفضل يضرب في جويف، وبتدور ما بينهم معركة شرسة جدا، وفي النهاية جويف بينجح انه يفجر المكان اللي هو فيه. في الوقت ده جاك بيوصل قدام القصر مع ميزي وبيتصل على جويف يكلمه، وبيعرفه ان ميزي معاه ولو وافق يخرج من مكانه هيحررها. فبيخاف جويف عليها جدا وبيفهمه انه يخرج يسلم نفسه. وفي الطريق جاك بيتكلم مع ميزي وبيعرفها ان جويف اشهر قاتل مأجور في المدينة كلها، وخلص على عدد كبير جدا من الناس، وبيوصل لها صورة غلط عنه. في نفس الوقت دينيس بيوصل مع رجالته بيقسموا نفسهم ل3 مجموعات، كل مجموعة في اتجاه. ولما بيدخلوا القصر ويشوفوا جثث العصابات اللي قبلهم بيتوتروا جدا. وفجأة جويف بيفجر المجموعة الأولى وبيجري ناحية المجموعة التانية بسلاحه علشان يهاجمهم، وبتدور ما بينهم معركة شرسة جدا بينجح في انه يخلص عليهم كلهم، لكن دينيس والمجموعة التالتة بتكون لسه جوه. في الوقت ده جاك بيكون واقف بره مستني جويف يخرج، وفجأة
وفجأة ميزي بتضرب الشخص اللي معاها في العربية وبتنجح في انها تهرب منه، وبتسوق هي العربية بسرعة وتخبط جاك لانه واقف قدامها. وفي اللحظة دي جويف بيكون خارج من جوه وبيركب معاها بسرعة. وفي الطريق ميزي بتلومه لانه خبى عنها الحقيقة، فبيقول لها انه كان ناوي يتكلم معاها ويصارحها بكل حاجة، لكن الظروف كانت اقوى منه. وبيفرح جدا لما بيعرف انها حامل، وبيقول لها انه هيخلص على كل العصابات دي وهياخدها ويسافروا البلد تانية يقضوا حياتهم مع ابنهم اللي جاي. وفجأة ميزي بتتعب وبتفقد الوعي، فبيلاحظ جويف انها اتصابت برصاصة في رقبتها، وبياخدها ويروح الكنيسة يمكن يلاقي هناك حد يساعده. ولما بيدخلوا القس بيطمنه وبيقوله ان الجرح سطحي. وفي اللحظة دي جويف بيقرر يتجوز ميزي بما انهم في الكنيسة. واثناء ما هم بيعملوا مراسم الجواز جاك بيقتحم الكنيسة وبيضرب نار على القس، فبيتصاب وبيقع على الارض. بعدها جويف بيبدأ يدافع عن نفسه. في الوقت ده دينيس هو كمان بيوصل مع رجالته وبيضرب نار على جاك، وبيعرفوا ان ميا امرتهم يخلصوا عليه هو كمان لانها مستحيل تدفع له 10 مليون دولار. فبيتصدم جاك من كلامه وبيخلص عليه، وبيتحد هو وجويف وبيخلصوا على كل رجالة ميا اللي موجودين معاهم في الكنيسة. لكن جاك بيموت في الاخر. في الوقت ده ميا بتبدأ تلم حاجتها عشان تهرب من البلد بعد ما عرفت اللي جويف عمله مع كل رجالتها. لكن جيم بيوصل في الوقت المناسب وبيخلص عليها. وبعد كام يوم بنشوف جويف وهو بيحتفل بفرحه مع ميزي بعد ما خلصوا على كل المجرمين ورجال العصابات اللي موجودين في البلد. وبعد ما بيخلصوا مراسم الجواز بيعرف القس انه هيتكفل بكل الاصلاحات اللي محتاجة تتعمل في الكنيسة لانه كان هو السبب فيها. وبعد الفرح بيسافر هو وميزي البلد تانية عشان يقضوا بقية حياتهم في امان مع ابنهم اللي جاي. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتسيب لنا رأيك في الكومنتات وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.